عمرك حسيت إن جسمك بيتأثر بمشاعرك؟ يعني مثلا يوم ما تكون زعلان تلاقي صدرك مقبوض ونفسك قصير، أو وقت القلق تحس بمغص في معدتك أو الصداع في راسك. صدقني ده مش مجرد صدفة، اللي بيحصل ده الحقيقة. ابن خلدون اتكلم عنه من 600 سنة. ابن خلدون ما كانش مجرد مؤرخ أو فيلسوف، كان راجل بيشوف أعماق الإنسان. شاف إننا مش جسد لوحده ولا روح لوحدها، إحنا كيان واحد، روح بالعقل بالجسد، كل جزء فينا متشابك مع التاني. يعني لما قلبك يزعل مش بس مشاعرك اللي بتتأثر، جسمك كله بيتغير، عضلاتك تتشنج، دورتك الدموية تتلخبط، حتى طريقة كلامك وحركتك بتبان مختلفة. ابن خلدون لاحظ حاجة غريبة كمان، وقبائل اللي عايشة في خوف وقلق مستمر كان عندهم أمراض أكتر، أما الناس اللي عايشة في أمان وراحة صحتهم أفضل. وكان بيقول النفس البشرية زي الأساس في المباني، لو الأساس فيه شقوق الجدران كلها تتشقق معاه، وجسمك ما هو إلا الجدار اللي بيعكس أساسك الداخلي. وانت نفسك أكيد لاحظت ده، لما تبقى مرتاح داخلياً حتى لو جسمك تعبان تحس بطاقة غريبة، لكن لما تبقى مخنوق ومتوتر جسمك كله يبقى تكيل كأنه حجر. إذن السر اللي اكتشفه ابن خلدون هو إن الجسم ما بيكذبش، الجسد مرآة الروح، وإنه مرآة الروح. النهاردة هنتعمق أكتر ونسأل ليه جوانا ساعات بنحس إن في صراع. ابن خلدون قال إن الإنسان مش صوت واحد، جوانا 3 أصوات رئيسية. صوت العقل، وده اللي بيحسب وبيخطط وبيفكر إيه الصح إيه الغلط إيه المنطقي. صوت القلب، وده اللي بيحس وبيحب وبيشتاق، هو اللي بيخليك تضحك وتبكي، تتعلق وتزعل. صوت الجسد، وده اللي يعبر بلغة مختلفة، لغة الألم، التوتر، الراحة، النشاط أو المرض. المشكلة بتبدأ لما التلاتة يتخانقوا مع بعض. العقل يقولك اسكت وما تعبرش، القلب يصرخ لا أنا متألم وعايز أتكلم، الجسد يدخل يقول تمام لو مش هتتكلم أنا هتكلم بطريقتي. فتلاقي نفسك فجأة تعبان من غير سبب، صداع مستمر، ألم في المعدة، شد في الرقبة، والحقيقة إن السبب مش عضوي لكنه صراع داخلي. فكر كده، آخر مرة كنت غضبان واكتمت غضبك، هل ما ظهرش على جسمك شد أو صداع؟ آخر مرة كنت حزين وقلت لنفسك لازم أبقى قوي ومش هعيط، ما حسيتش بعدها بضيق في صدرك أو خمول غريب؟ ابن خلدون كان بيقول أكبر كذبة بيكذبها الإنسان هي الكذب على نفسه. لما تقول أنا بخير وإنت مش بخير، لما تدعي القوة وإنت من جواك مكسور، الجسم يصدق الحقيقة مش الكذبة. الجسم ما يعرفش يجامل ولا يزوق، هو بيكشف الحقيقة اللي بتحاول تخبيها. الجسد لما بيتكلم بلغته الخاصة إزاي نفهمه؟ ابن خلدون قال إن الجسد مش بيشتكي، الجسد بيحكي. يعني الألم مش عدوك، ده رسالة جاية من جواك. خليني أديكوا أمثلة. لو حاسس دايما بشد في الرقبة والكتفين، ده معناه إنك خايل فوق طاقتك، حاسس بأعباء أو مسؤوليات زيادة. لو الوجع في الظهر، غالبا بتحس إنك واقف لوحدك، مفيش حد سندك أو واقف جنبك. أما المعدة فدي بالذات بتسجل الجروح والصدمات العاطفية. لما تتعرض لموقف صعب وما تكلمتش عنه، تلاقي معدتك بدأت تبعت إشارات ألم أو حرقان. يعني الجسم عامل زي الأرض، لو زرعت فيها قلق هيطلع لك توتر، لو زرعت فيها حزن هيطلع لك ألم، ولو زرعت فيها سلام داخلي هتلاقيها تديك راحة وصحة. الموضوع مش خرافة، دي حقيقة ابن خلدون لاحظها من قرون، والعلم الحديث النهاردة بيأكدها. كل رسالة من جسمك هي مجرد محاولة إنه يقولك خلي بالك من في حاجة محتاجة تتصلح جواك. هل ممكن بدل ما نحارب الألم نتصالح معه؟ ابن خلدون كان شايف إنه الاعتراف بالحقيقة هو أول خطوة للشفاء. يعني إيه؟ يعني ما تكدبش على نفسك، لو موجوع قول أنا موجوع، لو خايف قول أنا خايف، لو قلبك مكسور اعترف بده لنفسك. ليه؟ لأنه الإنكار بيخلي الألم يتضاعف، كل ما تهرب من الحقيقة جسمك يفضل يصرخ لحد ما تسمعه. خد بالك، في ناس بتحس بصداع مزمن من غير سبب واضح، ناس تانية عندها أوجاع في ظهرها أو معدتها، ولما تدور في التحاليل
تلاقي مفيش حاجة عضوية خطيرة. السبب الحقيقي بيكون نفسي وعاطفي. الجسم بيقول واجه مشاعرك بدل ما تخبيها. ابن خلدون بيأكد إن الإنسان اللي يعرف نفسه بصدق يقدر يعالج جزء كبير من أوجاعه بنفسه، مش بالسحر ولا بالمعجزات، لكن بالصدق مع ذاته. الشفاء يبدأ من لحظة سلام داخلي، لحظة تقول فيها لنفسك أنا مش كامل، عندي ضعف وألم، لكن مش عيب أعترف بده. وساعتها الغريب إن جسمك يبدأ يهدي تدريجياً، وكأن الرسالة وصلت ومش محتاج يصرخ أكتر. ابن خلدون كان بيشوف إنه الإنسان محتاج توازن بين العقل والقلب والجسد، وده مش هيحصل بالكلام بس، لكن بخطوات يومية بسيطة. الخطوة الأولى: الإصغاء للجسد. خصص كل يوم دقيقتين أو 3. اسأل نفسك أنا حاسس بإيه دلوقتي؟ لو في صداع، شد، خمول، لاحظهم. مجرد الملاحظة أول مفتاح للفهم. الخطوة الثانية: فضفضة المشاعر. ابن خلدون كان شايف إنه كتمان المشاعر زي السم البطيء. فضفض، سواء بالكلام مع صديق أو بالكتابة لنفسك، لأن الكلمة اللي تطلع بتخفف الحمل من على قلبك وجسمك. الخطوة الثالثة: التنفس الواعي. قد يبدو بسيط لكن فعال جدا. خد نفس عميق من أنفك واحبسه 2 ثانية، وبعدين طلعه ببطء. كرر الحركة 5 مرات لما تحس التوتر. هتتفاجئ إزاي جسمك بيهدأ فوراً. الخطوة الرابعة: الحركة اليومية. حتى لو مجرد مشي 10 دقايق، الجسد بيتحرك، الطاقة السلبية بتتحرك. وابن خلدون كان بيربط بين الحياة البسيطة للقبائل وصحتهم الجسدية. الخطوة الخامسة: الصدق مع النفس. قول الحقيقة لنفسك. مفيش سلام داخلي من غير صدق. الاعتراف بالمشاعر بيريح القلب، والقلب المريح بيريح الجسد. ابن خلدون كان دايما يربط الحكمة بالفعل. مش مهم تعرف المعلومة، المهم تعيش بيها، لأن المعرفة اللي مش متطبقة بتتحول لعبء جديد.